الحقيقه يا جماعه زمان وانا صغيره، مامتي دلوقتي طبعا هتضحك قوي، كنت اقعد اقول هي ماما كل حاجه تزعق، هي ماما على طول معترضه، هو بابا كل حاجه لا، هو مفيش حد في صفي غير جدتي. لكن بعد ما بقيت لقيت ان كل حاجه مامتي كانت بتعملها معايا انا بعملها مع ولادي. طريقه الاكل، طريقه الزعيق، حتى كل انواع المشاكل اللي كانت بتبقى بينا، لقيت ان انا مامتي بس على صوره مصغره. واكيد كلنا بنحس بالموضوع ده يا جماعه او قابلتوه. اكيد طبعا. بصي يا دينا، يعني اصعب مرحله فعلا بتبقى في فتره التربيه او كده يا ياسمين، هي بتبقى فتره المراهقه. اصعب يعني مرحله، اللي هي انت مش عارفه هتعملي ايه مع اولادك، هتعالجي الموضوع ازاي، هتتخطي بيهم المرحله او العمريه دي ازاي. هل هو احنا هنسيب لهم زي ما بيقولوا الحبل على الغارب ويعملوا اللي هم عايزينه وهم اللي يختاروا كل اختياراتهم، ولا احنا مثلا هنقفل عليهم وفي الاخر يبقوا مكبوتين ويبقوا دايما متعقدين زي ما بيقولوا، ولا هنقفل على الولد على البنت ونسيب الولد يخرج ويروح ويجي ولا هنعمل ايه؟ ومع الحاجات اللي بنشوفها الايام دي، الانترنت والدنيا اللي بقت مفتوحه كلها، والتلفزيونات والافلام والحاجات الاكشن الكتير والحوادث اللي بنخاف منها، حتى الالعاب اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي هم بيلعبوها، بتبقى حاجات خطره جدا وكلها دمويه. احنا ما بقناش عارفين هنتعامل معاهم ازاي. هل احنا هنحجب عنهم الحاجات دي كلها، ولا هنديهم الحاجات دي، ولا المعامله هتبقى ازاي؟ فعلا دي بقت مشكله كبيره قوي يا ياسمين معانا. حقيقه طبعا. انا شايفه ان عشان اعامل ابني المراهق او بنتي المراهقه بالشكل صح، لازم خطوتين مهمين جدا. اول خطوه ان انا اصاحبه من البدايه، اعلمه ان في صراحه وان احنا صحاب، مش الغلط يبقى الكبير زي الصغير، العقاب الكبير زي العقاب الصغير. انا شايفه ان الصداقه المتبادله بين الاب والام وبين الولاد دي مهمه جدا، بس لازم يبقوا عارفين ان في خط احمر، في قلبه. لازم يبقوا عارفين ان اليوم ما تعوج وكده في شبشب في شبشب بفيونكه هيترفع. وفي نفس الوقت الامهات بتغلط غلطه، سلاح الام، الامهات بتغلط غلطه شنيعه. هقول لابوك ما تتفهيش من ابوه، خليه كارت احمر معاكي. بقول لك ايه، قلبت ام في ساعه. هقول له ما تتفهيش منه، وتخليه كده قاعد كده سيرته رايحه جايه بالمنظر ده، عشان يوم ما تقول هقول لباباكي النهارده دي تبقى بس. لكن انت لما تحرقي اخر هنروح بقى لجده بقى وتيتا ما تقولي بقى بعد كده انا اللي على فكره هقول لبابا، على فكره ده انا اللي هحكي له على اللي انت عملتيه معاه. بابا مش ده اللي بيحصل بالظبط؟ مش ممكن.